ساعتين الولد على الخال. هواي نسمع هذا المثل، وسالفة المثل اكو قبل شاب، وهذا الشاب طاق العوز وراد له وحدة من بنات السلف، فودى ناس على أهلها فطلبوا منه مهر غالي، فظل محتار. فهذا الشاب موجد فرس عند أحد الشيوخ، فصار رايه ياخذ هاي الفرس ويبيعها. فاجى يريد يبوق الفرس فكضوه، فصحوا الشيخ وجوا ولد الشيخ الأربعة وياه. فالشيخ قال للولده هذا شو نسوي له الحرامي؟ واحد من ولده قال لابويا هذا بمسحه وانكسرت كسر، والثاني قال لابويا بعمود الخيمه، والثالث قال لكون هذا خليه بالهاون وطحنا طحن، والرابع قال لابويا الشور شورك بس نريدك تعفى عنه وتصلح حاله. فالشيخ قال للحرام انت شو تقول، شنو رايك؟ الحرام قال له اريد اسولف لك على خوال ولدك. الشيخ قال له ايه سولف؟ قال له الاول خواله فلاليح، لان اول ما قال انكسره بالمسحه، والثاني خواله رعاد غنم لان قال لك بالعمود، والثالث اهله قهوشيه لان قال لك اول ما اجى على باله ايد الهاون والهاون، والرابع عمامه خواله من رادك تعفي عني ويكبر شانك بين العربان. فالشيخ قال له انت شنو قصتك؟ فالحرام قال له هاي قصتي شيخ. فالشيخ عفى عنه وهداله الفرس وساعده وراح وياه وخطبوا له البنيه. فهاي سالفة المثل.